شروط التجنيد في الدرك الوطني. أولاً، الشروط العامة للتجنيد: الجنسية الجزائرية أصلية، اللياقة البدنية الجيدة، العزوبة، تحقيق التجنيد مقبول، القامة على الأقل 1.70 متر للذكور و1.60 متر للإناث و1.75 متر بالنسبة لفئة الدراجين الناريين، النجاح في مسابقة الانتقاء. ثانياً، الشروط الخاصة بالسن والمستوى الدراسي لكل فئة. 1. الضباط العاملين. تجنيد مباشر، السن من 18 على الأقل إلى 21 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية. المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا للسنة الجارية بتقدير قريب من الجيد بمعدل لا يقل عن 12/20 في الشعب التالية: آداب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، تسيير واقتصاد، رياضيات وتقني رياضي. مدة التكوين 5 سنوات. سنة تكوين عسكري قاعدي مشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين أو مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر. 3 سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس حقوق وأمن عمومي على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني بزرالدا الشهيد مواز أحمد الجزائر. سنة تكوين تخصصي على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر. تجنيد على أساس الشهادة. السن 24 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية بالنسبة للحائزين على شهادة مهندس دولة أو ماستر. السن 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية بالنسبة للحائزين على شهادة ليسانس. المستوى الدراسي: شهادة مهندس دولة ماستر أو ليسانس أكاديمي على الأقل في الاختصاصات التي تلبي احتياجات الدرك الوطني. مدة التكوين 2 سنين. سنة تكوين عسكري قاعدي مشترك بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين. سنة تكوين تخصصي على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر. بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين: السن من 18 على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية. المستوى الدراسي: شهادة البكالوريا أو السنة الثالثة ثانوي متممة. مدة التكوين 2 سنين. سنة تكوين عسكري قاعدي مشترك وسنة تكوين تخصصي على مستوى مدارس ضباط الصف للدرك الوطني حسب الاختصاص. بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين: السن من 18 على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية. المستوى الدراسي: حائز على شهادة التعليم المتوسط أو إثبات مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل. مدة التكوين 6 أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني جيجل الشهيد بوشيخي عبد الرحمن بجنين بورزق النعامة، الشهيد شافو محمد بتوغرت ورقلة، الشهيد قرابسي السعيد بعين مليلة. بالنسبة لتكوين الملف الأولي للترشح: نسخة من استمارة الاستعلامات التسجيل الأولي عبر شبكة الإنترنت على موقع الويب، نسخة من الشهادة أو الدبلوم أو الشهادة المدرسية حسب الحالة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، صورة شمسية، شهادة ميلاد المترشح، شهادة ميلاد الأب والأم، بطاقة الإقامة، نسخة من بطاقة فصيلة الدم في حالة عدم امتلاك بطاقة التعريف البيومترية. بالنسبة للملف الأول التكميلي: طلب خطي 3 نسخ، شهادة ميلاد المعني 4 نسخ، شهادة ميلاد الأب 4 نسخ، شهادة العزوبة 3 نسخ، 8 صور شمسية، شهادة مدرسية زائد نسختان،
نسخة من كشف النقاط لشهادة البكالوريا 3 نسخ، نسخة من شهادة الجامعة 3 نسخ، شهادة الجنسية نسخة أصلية زائد نسختان، بطاقة الإقامة نسخة من بطاقة التعريف الوطني. التسجيلات الأولية بالنسبة للمترشحين الضباط وضباط الصف: التسجيل إجباري عبر شبكة الإنترنت على الموقع http://preinscription.mdm.dz. بالنسبة لإيداع الملف، يودع الملف الأولي على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لمقر سكن المعني. أما الوثائق المكونة للملف التكميلي فيتم تقديمها مباشرة من طرف المترشح إلى هيكل التكوين أثناء عملية الانخراط. على المترشحين الراغبين في الانضمام إلى صفوف الدرك الوطني التقرب من الفرق والمجموعات الإقليمية على مستوى كامل التراب الوطني. لمزيد من الاستفسارات الاتصال على الرقم الأخضر 1055. الدرك الوطني أمة واجب وفاء.